لما يكون كله مش متفق على حاجة وتكوني مش عارفة انتي بقى ترضي مين، فانتي لازم تعملي كده زيي. يعني انا يا ماما انا عاوز شيش طاووق، يا ماما انا عاوز فراخ مشوية، انا عاوز صينية بطاطس بالفراخ، فانا بقى ايه لازم ارضيهم. فرحت عملت بقى التتبيلة الحلوة دي، بصلاية وليمونتين وجنزبيل وتوم وفلفل وطماطم، وحطيتهم في الكبة وهفرمهم مع بعض. ما انت لازم تكوني شاطرة بقى ولازم تعملي كل حاجة وترضي الكل، عشان محدش يقول كلمة اشمعنى دي، انت اشمعنى عملتي الأكلة دي ليه وما عملتليش انا. هفرمهم بقى بالشكل ده كده، عايزاهم فرم ناعم خالص، وبعد كده هصفيهم من كل اللي طالع منهم. يعني انا عاوزة المية بس، مش هحتاج التفل بتاع الخضار. يعني انا هحتاج المية للتتبيلة والتفل لحاجة تانية، يعني ما ترميش التفل اللي طلع من الخضار. هحط بقى معلقة صلصة وهحط مستردة، هحط برضو كمان صويا صوص وباربيكيو صوص، وهحط كمان ومعلقة من الكاتشب. ولو عندي رايب هحط 3/4 كوباية، انا مش عندي فجبت 3/4 كوباية من الحليب وحطيت عليه معلقة من الخل. وهحط التوابل بقى، فلفل اسود وكزبرة ناعمة وكمون رشة بسيطة كده، وكمان هنحط كمان السبع بهارات وبابريكا وسماق. ونحط بقى الملح بتاعنا كده ونظبط الملح بتاعنا. وعندي خلطة المشاوي، انا ما حطيتهاش كلها، انا اخدت كده كام معلقة بس منها تطعم لي بس ال تدي النكهة بتاعة الشوي، بتبقى حلوة جدا من ماجي، بتبقى جميلة. هقلبهم بقى زي ما انتم شايفين كده لغاية اما كل التوابل تتقلب كده وما يبقاش في حاجة باينة. ننزل بقى بالزيت، يعني معلقتين 3 كده زيت، واقلب بقى كل ده مع بعض تاني. جبت بقى بطاطس مقطعاها شرايح وحطيت عليه بقى التفل اللي طلع من الخضار، وقلبتهم وحطيت عليها معلقتين 3 كده من التتبيلة. وجبت بقى انا عندي فرخة كاملة مخلية من العظم لكن موجود الجلد، يعني مخلية شيش، جايبها كده جاهزة من بتاع الفراخ عادي، خليته خلاهالي وظبطها لي كويس جدا، وقلت له يقطعها لي شيش كده زي ما انتم شايفين، او انتي قطعيها عادي. وهنزل بقى بالتتبيلة، مش لازم احط التتبيلة الكاملة، انا على حسب بس ايه يعني بالنظر كده كويس تمام، يبقى انا مش محتاجة حاجة تانية خلاص، مش محتاجة يعني زيادة في التتبيلة. الباقي بشيله بحطه في الفريزر لأي حاجة عايزة اتبلها تاني. عندي بقى اسياخ الشيش دي انا كنت حطاها لمدة نص ساعة في مية. ودلوقتي بقى عندي خضار اللي انا بحبه بقى، عندي فلفل، بس عايزة فلفل و بصل، تمام، اي حاجة انتي بتحبيها او تفضليها. ممكن تحطي الاسياخ من غير اي خضار براحتك جدا. انا بقى اخدت بقى الخضار ده وكنت مقطعاه زي ما انتم شايفين كده، وحطيته كمان في التتبيلة كده. خليت يعني كام معلقة من التتبيلة بتاعتنا وهقلبهم فيها كده زي ما انتم شايفين، عشان تطعم لي الخضار ويبقى طعمه حلو كمان بعد الشوي. تمام. الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله التتبيلة دي تعجبك. يا ريت بس ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. وبصوا بقى هنبدأ بقى نعمل الأسياخ بتاعتنا، مرة بصل مرة فلفل مرة الشيش بتاعنا كده، يعني لغاية ما نخلص الكمية كلها بالشكل ده. انا رصيتهم كده على الصينية، وانا حطيت ورق فويل من تحت كده في الارضية بس عشان خاطر مش عايزة الصينية تتبهدل، مش اكتر من كده، كسل. مش اكتر من كده، يعني هو كسل بس. انا بقى خلصت بقى كده الرص زي ما انتم شايفين، وكان في باقي التتبيل في الطبق اللي كان فيه الشيش، وحطيتهم عليه كده الوش. وجبت بقى فحم كده كنت مولعاه وحطيت عليه زيت كده وغطيتها عشان خاطر تاخد ريحة الشوي. وحطيتهم بقى في الفرن بقى لغاية اما استووا خالص ما شاء الله واخدوا اللون كمان. ولو عايزة لون اكتر من كده بتولعي الشواية عليه لغاية اما تاخدي اللون اللي انت عاوزاه، بس تراقبيها عشان ما تتحرقش منك. الحروقة دي احنا بنحبها، مش محروق يعني ولا حاجة، اللدعات دي انا بحبها جدا. ونبدأ بقى نعمل الطبق بتاعنا كده.
حطيت سيخ من الشيش، وعندي بقى هاخد بقى البطاطس بتاعتنا، وكده انا بقى عملت وجبة كاملة. انا كمان عملت رز جنبها ورضيتهم كلهم، وكلهم بقى ايه، اللي حابب حاجة هياكلها، اللي عاوز البطاطس فيه البطاطس، اللي عاوز فراخ مشوية دي برضو مشوية، واللي عاوز شيش طاووق عشان الخضار معاه موجود معاه. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، وشكرا جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش بقى في اللايك والتعليق الحلو، ويا ريت تشتركوا في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.